السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اولى اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وافضل حال يا رب. واهلا وسهلا بيكم في الحصة رقم 2. ان شاء الله تكون سمعت الحصة الاولانية بتركيز وفهمتها كويس ان شاء الله. تدخل معانا بقى على الحصة التانية. يلا كده سمي الله معانا وتعالى قول دعاء المذاكرة ويلا بينا. فاتت يا معلم خدنا ايه؟ لو ما اتفرجتش على الحصه بتاعت المره اللي فاتت روح اتفرج عليها. المره اللي فاتت خدنا ايه؟ بدأنا في الدرس الاولاني. ايه الدرس الاولاني كان بيكلمنا عن ايه؟ نراجع كده مراجعه سريعه. ان انا عندي عدد العناصر المعروفه حتى الان، قلنا ان هم 118 عنصر. العلماء هيسيبوهم كده؟ قلنا لا، قلنا هيقسموهم ليه فلزات لا فلزات غازات خامله. فلزات لا فلزات غازات خامله قسموهم تبعا لايه؟ طبعا لخصائصهم وتركيبهم الالكتروني. التركيب الالكتروني اللي هو ايه؟ اللي انا كنت شرحه لك المره اللي فاتت اهو، لسه الكلام مكتوب حتى. تمام. طب ماشي. طب عندي خصائصهم اول خاصيه عندي ان عندي الفلزات كلها صلبه ما عدا الفلز السائل الوحيد هو الزئبق. عندي اللافلزات بعضها صلب وبعضها غاز ما عدا مين؟ اللافلز السائل الوحيد هو البروم. عندي الغازات الخامله قلنا ان كلها غازات. تمام. وعندي الفلزات لها بريق معدني وقابله للسحب والترك والتشكيل وجيدة توصيل الحراره والكهرباء. مستوى الطاقة الأخير بتاعها بيحتوي على أقل من 4 إلكترونات، يعني 1 أو 2 أو 3 إلكترونات. اللافلزات بتحتوي على أكثر من 4 إلكترونات، يعني 5 أو 6 أو 7 إلكترونات. تمام. ما عدا مين؟ ما عدا الهيدروجين والكربون. قلنا الهيدروجين والكربون من اللافلزات، بس لو جيت أوزعهم ألاقي الكربون آخره 4 والهيدروجين آخره 1. تمام. وعندي اللافلزات كلها رديئة توصيل الحرارة ما عدا الكربون أو الجرافيت. تعالى بقى ندخل على الأيون الموجب والأيون السالب. تعالى كده الأول نجيب صفحة جديدة. تعالى بقى يا معلم نقول اللي احنا كنا عايزين نقوله. انا عندي ايه؟ كان التزوير الالكتروني المره اللي فاتت لما خدناه قلت اول حاجه كان عندي حاجه اسمها ان ايه، صح؟ العدد الذري اللي انا قلت لك احفظه كان ان ايه كام؟ ان ايه 11. تمام. ده كان توزيع الالكتروني عامل ازاي؟ تعالى كده وزع معايا. موجب 11 2 8 1، صح؟ تمام. 2 و8 10 و1 11. تمام. وهنا كي ال ام. تمام كده. انا عايز الخامله. احنا هناخد اول حاجه مثال على الفلزات اللي هو ان 11 اهو، وهناخد مثال على اللافلزات يعني مثلا سي ال 17. واقول لك دلوقتي الامثله دي انا بديها ليه، خليك معايا للاخر بس. سي ال 17 2 8 7 كي ال ام. وهنا ندي مثال كمان بقى غاز خامل اللي هو مثلا ارجون 18، عشان عندي الغازات الخاملة هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. هيليوم 18 2 8 8 كي ال ام. تمام يا معلم. عندي كده كنت انا ده بقول عليه ايه؟ كنت ده بقول عليه فلز. وده بقول عليه لا فلز. وده بقول عليه الاخير ده بقول عليه غاز خامل، صح ولا لا؟ تمام. طب ده قلت عليه فلز ليه؟ قلت عشان ايه؟ اخره 1. قلت عشان ايه؟ اخره 1. اللي تحت ده كنت بقول عليه لا فلز ليه؟ قلت عشان اخره ايه؟ اخره 7. وده اخره 8، يبقى ده غاز خامل. تمام يا معلم. دلوقتي بقى كل الذرات بتبقى عايزة توصل لحالة اسمها حالة الاستقرار. ايه حالة الاستقرار دي؟ ان انا يبقى في المستوى الاخير، يبقى اخر 8 زي الغاز الخامل. تمام. طب انا اوصل للحالة دي ازاي؟ عشان انا قلت ان انا عندي حاجة اسمها فلزات وعندي حاجة اسمها لفلزات. تمام. هوصل. انا دلوقتي عايز اسألك سؤال. انا دلوقتي في ال N 11 لما جيت وزعت 2 8 1، صح ولا لا؟ تمام. انا عايز اوصل لل8. هل الواحد ده اكتسب عليه 7 وابقى 8، ولا افقد الواحد ده خالص واشيله امسحه وابقى 8؟ انت جاوب كده مع نفسك. هتقولي لا، الاسهل ان انا اشيل الواحد وافقده احسن واوصل لل8 كده. تمام. يبقى انا كده عندي الفلزات بتميل الى فقد الكترونات حتى تتحول الى ايونات موجبه. مستر انت بتكروتني واحده واحده. تعالى كده ناخد
المثال تحت احنا قلنا ان 11 صح؟ ان ايه 11. وزع لي كده التوزيع الالكتروني بتاعك 2 8 1 كي ال ام. ده هيفقد ايه؟ واحد الكترون زي ما احنا لسه قايلين. يعني ايه يا مستر يفقد واحد الكترون؟ يعني هنيجي نرسم كده الايون الموجب، هنرسم موجب 11 2 8، وهنكتب هنا موجب 1. طب ليه يا مستر كتبنا الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة، اهدى عليا. انا دلوقتي عايز اسالك سؤال. انا كنت عايز اوصل لايه؟ ان انا المستوى الاخير ده يبقى 8. المستوى الاخير ده انا عايز اوصل ل8. هل انت اللي جاوبت عليا، هل اكتسب على الواحد ده 7 ولا افقد الواحد ده خالص؟ لا، افقد الواحد ده خالص واوصل لل8. انا هدفي ان انا اوصل ان انا ابقى اخري 8. هدفي ان انا اوصل يبقى اخري 8. يعني مثلا يجي يقول لك علل ماشي تفقد الفلزات الكترونات وتتحول الى ايون موجب، اقول له حتى يكتمل مستوى طاقتها الأخير بالإلكترونات. حتى يكون مستوى طاقتها الأخير مكتمل بالإلكترونات. هي بتكون عايزة توصل لحالة استقرار في التفاعل الكيميائي، إن هي يبقى آخرها تمانيات، إن هي يبقى آخرها 8. تمام. عندي في الفلزات قلنا إن آخرها 1 أو 2 أو 3 صح؟ تمام. 1 أو 2 أو 3 دولت الأسهل إن أنا أوصل ل8 أفقد الواحد ده، ولا أكتسب عليه 7؟ الأسهل إن أنا أفقده. تمام. طب اشمعنى يا مستر أنت من شوية كنت بتقولي إن أنا بتحول اللي يبقى اسمي أيون موجب صح؟ اشمعنى قلت ايون موجب؟ انا عندي كده حاجه اسمها ايون موجب وعندي حاجه اسمها ايون سالب. هسألك سؤال وانت اللي هتجاوب عليا وهتشوف ان انت اللي جاوبت صح. انا عندي دلوقتي الموجب ده بكام؟ دولت 11 صح؟ السالب دولت قد ايه؟ اقول هنا كي ال. السالب دولت قد ايه؟ السالب دولت 10. ال11 اكبر ولا ال10؟ هتقولي ال11 اكبر. احنا متفقين من الترم اللي فات ورجعت لك عليهم الحصه اللي فاتت ان البروتونات موجبه الشحنه، الالكترونات التي تدور حول النواه اللي هي دي سالبه الشحنه. الموجب اكبر من السالب، هل هسميه ايه؟ هسميه ايون موجب صح؟ تمام. يبقى انا كده عندي الفلزات تميل الى فقد الكترونات، الفلزات تميل الى فقد الكترونات. تمام يا مستر. طب تمام. عندي طب تتحول الى ايون ايه لما تفقد الكترونات؟ تتحول الى ايون موجب. اشمعنى تتحول الى ايون موجب؟ اقول له لان عدد البروتونات الموجبه تكون اكبر من عدد الالكترونات السالبه، لان عدد البروتونات الموجبه تكون اكبر من عدد الالكترونات السالبه. تمام. تيجي ناخد مثال تاني. تعالى ناخد مثال تاني. عندي مثلا زي ايه تاني من الفلزات؟ مثلا إيه ألمونيوم Al13. Al13 وزع الأول توزيع الإلكتروني موجب 13 صح؟ 2 8 3 كي ال ام. هسألك سؤال. أنا دلوقتي ده آخره 3 صح؟ يبقى ده فلز من غير ايه؟ قبل ما اكمل انا بمشيها واحده واحده. يبقى ده فلز. تمام. ده فلز. انا عندي التلاتة دي الاسهل ان انا اوصل للتمانية. اكتسب على التلاتة، اكتسب على التلاتة 5 ولا افقد التلاتة دي واوصل للتمانية دي؟ افقد التلاتة يا مستر واوصل للتمانية. واللي يقول غير كده يبقى هو ما بيفهمش حاجه صح ولا لا؟ بالعقل كده انا الاسهل ان انا افقد 3 ولا الاسهل ان انا اكتسب 5؟ لا، الاسهل ان انا افقد 3. تمام. تتحول الى ايون موجب، تتحول الى ايون موجب. هي فقدت هنا 3 صح؟ موجب 13. لو انت ملاحظ انا مبلمس البروتونات، انا كل لعبي في الالكترونات. عندي هنا 2 8. عشان انا فقدت التلاتة خلاص يبقى ما اكتبهاش. بس هاجي هنا بقى اكتب موجب 3. اشمعنى كتبت موجب 3؟ عشان اللي انا بفقده من الالكترونات قد اللي انا بحطه من الشحنات. تمام. اللي انا بفقده من الالكترونات قد اللي انا بحطه من الشحنات الموجبة. تمام. يعني انا دلوقتي مثلا فقدت 3 يبقى انا كده حطيت موجب 3. هنا فقدت 1 حطيت موجب 1. طب يا مستر ليه ما كتبتش 1 هنا؟ الوحيد ما بتتكتبش يا عم المستر. تمام. تمام. تعالى تيجي ناخد مثال تاني. تعالى ناخد مثال تاني. عندي مثلا Mg12 موجب 12.
2 8 2، صح ولا لأ؟ 2 8 10 و2 12 كي ال ام. تعالى كده دلوقتي، انا دلوقتي دخلت التفاعل الكيميائي. تمام، ايه اللي هيحصل؟ انا عندي الاتنين دي، الاسهل ان انا افقدها ولا الاسهل ان انا اكتسب عليها؟ الاسهل ان انا افقدها يا مستر. خلاص انا فحصت، ادم لقيته فلز يبقى يفقد. الفلزات بتفقد الكترونات، الفلزات بتفقد الكترونات اثناء التفاعل الكيميائي، الفلزات تفقد الكترونات اثناء التفاعل الكيميائي. تمام، تتحول الى ايون موجب، لان الموجب ده موجب 12 2 8، صح؟ انا فقدت كام؟ 2، صح؟ يبقى اكتب هنا موجب 2 عشان اللي انا بفقده من الشحنات من الالكترونات قد اللي انا بحطه من الشحنات، اللي انا بفقده من الالكترونات قد اللي انا بكتسبه من الشحنات. تمام، يبقى انا فقدت 2 الكترون. ماشي، هحط هنا موجب 2، فقدت 2 الكتروني، يبقى ده اسمه ايون موجب، اسمه ايون موجب. تمام. طب انا عمال اقول ايون موجب، عمال اقول ايون موجب، ما تيجي بقى نعرف ايه هو الايون الموجب ده، ونعرف ايه تعريفه، ونعرف ايه قصته. بس الاول قبل ما نعرف، انا دلوقتي عايزك تفهم. انا كنت قايل ان انا عندي حاجه اسمها فلزات، لا فلزات غازات خامله، صح؟ عندي الغازات الخامله اللي بيبقى اخرها 8. تمام، اما عندي الفلزات اللي بيبقى اخرها 1 او 2 او 3، بيبقى اخرها 1 او 2 او 3 الكترونات. عندي اللافلزات اخرها 5 او 6 او 7 الكترونات. تمام، عندي دلوقتي الفلزات، نخلينا في الفلزات، تتحول الى ايون موجب. علل لانها تفقد الكترونات فتتحول الى ايونات موجبه. طب ليه بتتحول الى ايونات موجبه؟ عشان لما انا باجي افتقد الكترونات بيبقى عدد الموجب اكبر من عدد السالب. تعالى كده ندي مثال. هنا عندي هنا موجب 12، عندي هنا 12، وعندي هنا 10. ال 12 اكبر ولا ال 10؟ تقول لي ال 12. يبقى الموجب اكبر من السالب، يبقى الموجب اكبر من السالب، يبقى اسمه ايون موجب، يبقى اسمه ايون موجب. مفهومة. تعالى كده نطلع فوق. كنت بقول لك ان الفلزات تحتوي على مستوى الطاقة الأخيرة على أقل من 4 إلكترونات، يعني 1 أو 2 أو 3 إلكترونات. تمام، سيبك ان ده الكلام ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، وقلت لك من أول هنا كده، قلت لك ده اللي احنا هنتكلم عليه المرة الجاية. بيقول لي ايه؟ بيقول لي تميل الفلزات إلى فقد إلكترونات، تميل إلى فقد إلكترونات، الفلزات تميل إلى فقد إلكترونات. تمام، وتتحول إلى أيون موجب، وتتحول إلى أيون موجب. طب علل ان هي بتميل الى فقد الكترونات حتى يصبح مستوى طاقتها الاخير مكتملا بالالكترونات. انا قلت ان انا هدفي ايه في الفلزات او اللافلزات؟ ان انا اوصل للمستوى الاخير ان هو يبقى مكتمل بالالكترونات. يعني ايه مكتمل بالالكترونات؟ يعني يبقى اخره 8. هيوصل بقى بالفقد او بالاكتساب، المهم ان انا ابقى اخري 8. يبقى هدفهم ايه؟ يوصلوا للاكتمال في المستوى الطاقه الاخير حتى يصبح مستوى طاقتها الاخير مكتملا بالالكترونات. يجي يقول لي علل تميل ذرات الفلزات الى فقد الكترونات، هقول له حتى يصبح مستوى طاقتها الاخير مكتملا بالالكترونات. تمام. طب يجي يقول لي علل لما بفقد الكترون او اكثر في الفلز بتتحول الى ايون موجب، بتحول الى ايون موجب. هقول له لان عدد البروتونات الموجبة الشحنة، انا لسه قايل الاجابه دي، لان عدد البروتونات الموجبة الشحنة يصبح اكبر من عدد الالكترونات السالبة بمقدار ما فقدته الذرة من الكترونات. يعني مثلا فقدت 2 بحط فوق موجب 2، صح؟ لو انت فاكر. تعالى كده نجيبها بسرعة. اهي هنا فقدت مثلا 1، هنا فقدت 1. تمام، يبقى حطيت موجب 1. هنا فقدت 3، حطيت موجب 3. هنا فقدت 2، حطيت موجب 2. اللي انا بفقده قد اللي انا بحطه. تمام. ده بشوية بقى ايه ملحوظات على الايون الموجب. تعالى كده نجيبهم. عندي الايون الموجب، اول حاجة ايه تعريفه؟ من الشرح اللي انا شرحته كده المفروض ان انت تستنتج ان الايون الموجب هي ذرة عنصر. انا دلوقتي اهي ده كده اسمه الذرة قبل ما المسه، دي كده اسمها ذرة العنصر. تمام، قبل ما المسها ذرة عنصر ايه؟ فلزي. ايه اللي حصل لها؟ بتفقد الكترونا او اكثر. هنا فقدت اكثر من الكترون واحد، صح؟ 2 فقدت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. بس خلاص مش عايز منك اي حاجه تانية. يجي يقول لك اكتب المصطلح العلمي ذره عنصر فلزي. ادم قال لي فلزي، بعد كده قال لي فقدت الكترونا او اكثر، اقول له الايون الموجب، اقول له الايون الموجب. ذره عنصر فلزي فقدت الكترونا او اكثر، اقول له الايون الموجب. تمام، عايز كمان اقول لك حاجه كده، ان انا عندي دي بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها الذره. يعني ببقى اقول ام جي بس بتتقال كده،
ام جي اللي هي المغنيسيوم، ام جي 12. تمام. عندي بقى الايون بيتقال ازاي؟ انا دلوقتي فقدت اتنين صح، اقول ام جي موجب اتنين. ادام قلت المنظر ده كده، شايف المنظر ده، يبقى اسمه الايون الموجب للمغنيسيوم موجب اتنين. تمام. تمام. نفس النظام برضو فوق، عندي ايه وهنا ايه ال 13، دي كده اسمها الذرة. عندي الايون هيبقى ايه ال موجب تلاتة، دي كده الايون. نفس النظام في اللي فوقيه، ان ايه 11، ان ايه دي كده الذرة. طب الايون هيبقى ان ايه موجب واحد، ده كده الايون. يبقى ايه تعريف الايون الموجب؟ هي ذرة عنصر فلزي فقدت الكترونا او اكثر. ذرة عنصر فلزي هي ذرة عنصر فلزي فقدت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. هتعرف في الحصة الجاية ان شاء الله ان انا لما بيحصل تفاعل كيميائي بحط مثلا ذرة مع ذرة، الاتنين بيتحدوا مع بعض وبيعملوا حاجة اسمها رابطة. هتعرف ان في حاجة اسمها رابطة ايونية ورابطة تساهمية، بس مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا الحصة النهاردة ان انا افهمك يعني ايون موجب ويعني ايه ايون سالب، فركز معايا كده وركز فيهم. تمام. بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي يكون فيها عدد البروتونات في النواة اكبر من عدد الالكترونات التي تدور حولها، عشان كده تسمى ايون موجب. يجي يقول لك علل. يسمى الايون الموجب بالايون الموجب، او تتحول ذرة العنصر الفلزي الى ايون موجب. تمام. اقول له لانها تفقد الكترونات، فبيكون عدد البروتونات الموجبة اكبر من عدد الالكترونات السالبة. تمام. بيكون كمان مستويات الطاقة حول النواة اقل من مستويات الطاقة حول الذرة. يعني ايه الكلام ده مستر؟ انا مش فاهم حاجة. تعالى كده، انا هنا لما رسمت ام جي 12 ايه اللي حصل؟ هنا كان عندي ادي واحد مستوى طاقة، اتنين مستوى طاقة، تلات مستويات طاقة، صح؟ تمام. تعالى كده عدي في الايون، ادي واحد، ادي اتنين مستويات طاقة، وهنا كي وهنا ال، صح ولا لا؟ ادي واحد ادي اتنين مستويات طاقة بس. انهي الاكبر؟ ده الاكبر ولا ده الاكبر؟ لا طبعا في الذرة هو الاكبر، في الذرة هو الاكبر، الذرة هي الاكبر. طب تعالى كده في اللي بعديه نشوف فعلا القاعدة متطبقة على كل ده ولا لأ. هنا عندي ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، تلات مستويات طاقة. هنا عندي ادي واحد ادي اتنين، كم مستوى طاقة؟ مستويين. كم مستوى طاقة؟ مستويين. متنساش الكي والال، متنساش ان انا ارقم مستويات الطاقة، احط اسماء. هنا عندي تلات مستويات طاقة وهنا عندي مستويين، يبقى مستويات الطاقة في الذرة اكبر من مستويات الطاقة في الايون الموجب. تعالى كده في اللي بعده، اهو ان 11 ادي واحد اتنين تلاتة، ادي واحد اتنين، صح ولا لا؟ صح يا مستر. يبقى كده الملحوظة صح. تعال نشوف الملحوظة اللي بعديها. يبقى كده الملحوظة دي صح. يبقى يكون عدد مستويات الطاقة في النواة أقل من مستويات الطاقة في الذرة. في النواة اللي هي في نواة الأيون. تمام. أقل من مستويات الطاقة في الذرة، أقل من مستويات الطاقة في الذرة. تمام. يبقى أنا كده عندي أول ملحوظة. أول ملحوظة إن عدد البروتونات الموجبة بيكون أكبر من عدد الإلكترونات السالبة. تمام. وعندي كمان تاني ملحوظة ان انا عندي عدد مستويات الطاقة حول النواة اقل من عدد مستويات الطاقة حول الذرة. قلنا عدد مستويات الطاقة اللي هي دي، يعني مثلا عندي في المثال اهو ان 11 لما جيت وزعته 2 8 1، تلات مستويات طاقة اهو. فقط واحد الكترون، هيقول لي ايه 2 8 بس، صح؟ مستويين طاقة. هنا عندي تلات مستويات وهنا عندي مستويين. هنا عندي 11 الكترون وهنا عندي 10 الكترونات. تمام. بس عندي البروتونات اتغيرت؟ لا، البروتونات انا ما بلعبش فيها، كل اللعب في الالكترونات. الموجب بيفضل ثابت. تمام. عندي كمان ايه؟ ان هو بيحمل عدد من الشحنات الموجبه مساويا لعدد الالكترونات المفقوده من الذرات المتعادله. كنت انا لسه قايل لك ان انا دلوقتي هنا ايه؟ فقدت اتنين، صح؟ احط هنا موجب اتنين. فقدت اتنين احط موجب اتنين، فالشحنه اللي انا بحطها قد اللي انا بفقدها. يعني انا فقدت هنا تلاتة، حطيت موجب تلاتة. فقدت هنا واحد، حطيت موجب واحد، حطيت موجب واحد، عشان الواحد ما بيتكتبش. في اي مشكلة يا معلم؟ لا يا مستر مفيش مشاكل. يبقى انا كده ملخص الايون الموجب بسرعة: هي ذرة عنصر فلزي فقدت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. الفلزات بتفقد، الفلزات بتفقد، الفلزات بتفقد. عندي كانت تاني ملحوظة: يكون في عدد البروتونات الموجبة الشحنة في النواة اكبر من عدد الالكترونات السالبة اللي هي بتدور حولها. تمام. والامثله قدامك اهي والدليل قدامك اهو. ان انا عندي هنا دولت كانوا 10 ودولت 11، ان الاكبر الموجب اكبر من السالب. تمام. عشان كده سميته ايون موجب لو جالك علل. تمام. عندي تاني ملحوظه: يكون في عدد مستويات الطاقه حول النواه اقل من مستويات الطاقه في الذره. اهو هنا 3 مستويات، هنا مستويين.
عندي يحمل عدد من الشحنات الموجبة مساويا لعدد الالكترونات المفقودة. عندي هنا انا فقدت واحد صح، احط موجب واحد، فقدت اتنين احط موجب اتنين، فقدت تلاتة احط موجب تلاتة. في اي مشكلة؟ وهنا قلت ان انا اللي انا بكتبه فوق ده عدد الالكترونات المفقودة، حطيت هنا موجب واحد يبقى انا كده فقدت واحد، حطيت موجب اتنين فقدت اتنين، حطيت موجب تلاتة فقدت تلاتة. وده رمز العنصر اللي انت واخده من المفروض من الترم اللي فات، اللي هو الصوديوم Na والمغنيسيوم Mg والالومنيوم Al وهكذا. تمام. الايون الموجب مفهوم مفهوم، وخدنا علل بتاعه وخدنا كل حاجة. تعالى بقى ايه لللف للذات. تعالى كده نقول كم مثال عليهم برضو. تعالى كده ننضف الصفحة دي، امسح الكلام ده كله. نضفنا الصفحة. تعالى بقى نتكلم عن اللف للذات. عندي اللف للذات كان من الأمثلة اللي احنا خدناها من الحصة اللي فاتت. عندي مثلا زي O8، تمام، اللي هو الأكسجين. وعندي كمان N7 النيتروجين، وعندي Cl17. تعالى ناخد التلاتة دولت كده ايه اللي هيحصل فيهم عشان اوصل للتمانية. نوزع الاول ونشوف احنا ايه اللي احنا نتعامل ازاي. عندي اول حاجة O8، نرسم النواة موجب 8 صح ولا لا؟ عشان دي عدد البروتونات، وقلنا ده اسمه عدد الذري صح. تمام. وقلت ان العدد الذري اللي انا عمال اقولها دي احفظها عشان معظم الرموز بيجي لك نفس الرموز دي. تمام. عندي او 8 يعني هرسم النواة موجب 8، البروتونات 2 كام 2 6 كي ال 2 و6 8. تمام. يحصل انا عايز دلوقتي الستة دي اوصلها للتمانية او اوصلها لحالة الاكتمال. هل افقد الستة ولا اكتسب 2 وابقى 8؟ رد انت عليا يعني بالعقل كده. لا، اكتسب 2 وابقى 8 اسهل. اكتسب 2 ازاي؟ تعالى كده. انا دلوقتي كنت او موجب 8، انا بلمس البروتونات؟ لا، او موجب 8. نرسم هنا 2، اكتسب 2 صح، يبقى 2 8. المهم انا هدفي في الفلزات او اللافلزات ان انا اوصل لل8 في الاخر. تمام. كي ال هنا انا اكتسبت قد ايه؟ اكتسبت 2، يبقى هنا اكتب -2، يبقى اكتب -2. في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. هقول لك دلوقتي بنكتب ليه -2. اهدى عليا واحدة واحدة. سميته هنا ايون ايه؟ سميته هنا ايون سالب صح. نفس اللي انا لسه شارحه في الايون الموجب هشرحه تاني في الايون السالب. اشمعنى سميته ايون سالب يا مستر؟ تعالى كده نشوف يا حبيبي المستر. انا دلوقتي هنا جوه كام 8، بره كام 10. انهي الاكبر، ال10 ولا ال8؟ ال10. يعني السالب اكبر من الموجب يبقى اسمه ايون سالب. هيقول لي مثلا علل ذرة اللافلز لما تيجي تكتسب الكترونات بسميها بالايون السالب. اقول له لان عدد الالكترونات السالبة تكون اكبر من عدد البروتونات الموجبة اثناء التفاعل الكيميائي. في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. تمام. طب انا اشمعنى هنا حطيت -2؟ انا دلوقتي هنا اكتسبت قد ايه؟ اكتسبت 2، يبقى احط هنا -2. اكتسبت 2 يبقى احط -2. تمام. اكتسبت 2 ايه؟ الكترون. اكتسبت 2 ايه؟ الكترون. فزودت في السالب عشان كده بحطها -2. فوق كنت ايه؟ كنت هنا بحط بالموجب. ليه؟ عشان انا قللت في السالب. فاهم؟ المهم ان انا عندي الايون الموجب بكتب فوقيه موجب الرقم، عندي الايون السالب بكتب فوقيه سالب الرقم اللي هي الشحنة بتاعته. تعالى كده نشوف اللي بعديه. وقلت سميته ايون سالب ليه؟ عشان اللي هو الالكترونات بتكون اكبر من عدد البروتونات، يعني السالب بيبقى اكبر من الموجب. تعالى كده نشوف اللي هيحصل في اللي بعده. N7. تعالى كده وزع موجب 7 2 5 صح. 2 و5 7 كي ال. ماشي تمام. ده كده اخره 5 صح، يبقى اللي يفلز. واللي فوق برضو الاكسجين كان اخره 6 يعني اللي يفلز. تمام. تعالى كده نشوف اللي هيحصل. انا عايز اوصل ل8 هنا كده، انا عايز اوصل ل8. انا اخري 5. اكتسب 3 اسهل ولا افقد الخمسة؟ لا طبعا اكتسب 3. ومفيش حد يقول لي ان لما افقد الخمسة يبقى اخر 2، وبرضو هتبقى حالة اكتمال. بس انا الاسهل بالنسبة لي، انت بالعقل كده، انا بفهمها لك بالعقل. الاسهل بالنسبة لي اكتسب 3 ولا افقد الخمسة؟ لا اكتسب 3. تمام. تعالى كده نرسم الايون
عندي هنا موجب 7 2 8 كي ال. اكتسبت قد ايه؟ اكتسبت 3، يبقى اكتب -3. طب اشمعنى كتبت -3؟ انا اكتسبت كام الكترون؟ 3 الكترونات، يبقى اكتب -3. تمام. عندي ده اسمه ايه؟ ايون سالب. ليه يا مستر اسمه ايون سالب؟ عد يا قلب المستر، اللي جوه ده كام؟ 7. خد كل حاجة بالعقل كده، هتلاقي نفسك فاهم كل حاجة. اللي بره كام؟ 10. 7 اكتر ولا ال10؟ ال10 اكتر. ال10 دي بتاعت ايه؟ بتاعت الالكترونات. الالكترونات دي شحنتها ايه؟ شحنتها سالبة. البروتونات اللي جوه ال7 دي ايه؟ شحنتها موجبة. السالب اكبر من الموجب، يبقى اسمه ايون ايه؟ يبقى اسمه ايون سالب. تمام. تعالى بقى ناخد اخر واحد، بس تعالى ننقله تحت شوية، اللي هو كان ايه؟ Cl17 اللي هو الكلور. ارسم موجب 17 2 8 7 كي ال ام. 2 و8 10 و7 17. وزعت صح. انا عايز اوصل للسبعة دي، او عايز اوصل السبعة دي لل8. افقد السبعة اسهل اوصل لل8 هنا، ولا اكتسب على السبعة وابقى 8؟ اكتسب على السبعة كام؟ 1. لو انت شايف ان انا هكتسب كام؟ هكتسب 1. الاسهل ان انا اكتسب الواحد ده، ولا افقد السبعة كلهم؟ لا طبعا اكتسب الواحد. تمام. اكتسب الواحد ازاي؟ تعالى كده نتحول للايون السالب. هتحول ازاي يا مستر؟ نكتب هنا موجب 17 بروتونات انا ما بلمسهاش، العدد بتاع البروتونات ثابت. عندي هنا 2 8 8 كي ال ام. انا هنا اكتسبت قد ايه؟ 1، يبقى -1. قلنا الوحيد ما بتتكتبش، يبقى -1. قلنا الوحيد ما بتتكتبش، يبقى -1. يا مستر طب انا اشمعنى ده اسمه ايون سالب؟ اشمعنى ده اسمه ايون سالب؟ اقول لك لان عدد الالكترونات السالبه اكبر من عدد البروتونات الموجبه اثناء التفاعل الكيميائي. في مشكله؟ في حاجه صعبه؟ لا. طب انا اشمعنى هنا حطيت -1؟ عشان اللي انا اكتسبته 1، يبقى احط -1. تمام، عشان يبقى الشحنه قد اللي انا مكتسبه. في مشكله؟ لا. طب انا ليه اصلا بعمل العمليه فقد او اكتساب اصلا؟ بعمل العمليتين دولت ليه؟ عشان اوصل في الاخر لعدد اللي هو بتاع مستوى الطاقة الاخير مكتمل. هقول له عشان اوصل لاكتمال مستوى الطاقة الاخير، عشان اوصل لاكتمال مستوى الطاقة الاخير. تعالى كده نشوفهم فوق. المهم قبل ما انقل لفوق، انا عندي اللافلزات تكتسب، الفلز بيفقد، الفلز بيفقد، اللافلز يكتسب، اللافلز يكتسب، الفلز بيفقد. اشمعنى ده يفقد وده يكتسب؟ اسأل نفسك بالعقل. الفلز اخر 1 او 2 او 3، انا عايز اوصل لل8. افقد ال1 او 2 او 3 اسهل، ولا اكتسب عليهم وابقى 8؟ لا افقدهم اسهل. اللافلز اخره 5 او 6 او 7، عايز اوصل لل8. افقد ال5 او 6 او 7؟ لا طبعا، لا اكتسب عليهم وابقى 8. تعالى بقى نطلع لفوق كده اهو. انا عندي الفلزات، عللت من ذرات الفلزات الى فقد الكترونات. اقول له ايه؟ اقول له حتى يصبح مستوى طاقتها الاخير مكتمل بالالكترونات. يقول لي علل عندما تفقد ذرة الكترون او اكثر تتحول الى ايون موجب. ليه بيتحول الى ايون موجب؟ لان عدد البروتونات الموجبة بيكون اكبر من عدد الالكترونات السالبة في اثناء التفاعل الكيميائي، وكمان بمقدار ما فقدته الذرة من الكترونات. تمام. عندي اللافلزات، علل 1. تميل ذرات اللافلزات الى اكتساب الكترونات. بتميل ايه؟ الى اكتساب الالكترونات. اللافلزات تميل الى اكتساب الكترونات. اللافلزات تميل الى اكتساب الكترونات. طب ليه بتميل الى اكتساب الالكترونات؟ حتى يصبح مستوى طاقتها الاخير مكتملا بالالكترونات. نفس الاجابه اهي، نفس الاجابه. حتى يصبح مستوى طاقتها الاخير مكتملا بالالكترونات. الاتنين هدفهم واحد، ان انا اوصل في الاخر ان انا يبقى اخري 8. اوصل لحاله الاكتمال. انا عايز ابقى مستقر، عايز ابقى راجل في بيتي بقى خلاص، عايز اوصل لل8 زي الغاز الخامل كده. تمام. اوصل لها ازاي؟ عندي ده بالاكتساب اللافلزات، بالاكتساب الفلزات بالفقد، الفلزات بالفقد، اللافلزات بالاكتساب. تحفظها تفهمها، بس انا بحب طريقه الفهم. انا فهمتها لك بالتفصيل على كل واحده على 3 امثله. تمام. يبقى يقول لي علل تميل ذرات اللافلزات الى اكتساب الالكترونات. اقول له حتى يصبح مستوى طاقتها الاخير مكتملا بالالكترونات. 2.
عندما تكتسب ذرة اللافلز إلكترونا أو أكثر تتحول إلى أيونا سالبا. ليه؟ أقول له لأن عدد الإلكترونات السالبة بيكون أكبر من عدد البروتونات الموجبة بمقدار ما اكتسبته الذرة من إلكترونات. يعني مثلا أنا اكتسبت 2، تمام، أحط الشحنة -2، اكتسبت 3 أحط الشحنة -3. المهم الشحنة اللي أنا بحطها قد المقدار اللي أنا اكتسبته من الإلكترونات. تمام. يبقى أنا كده عندي الفلزات بتميل الى فقد الكترونات، اللافلزات تميل الى اكتساب الكترونات. عندي بقى الغازات الخامله. الغازات الخامله لو انت فاكر نجيب مثلا اي توزيع من الغازات الخامله اللي احنا كنا موزعينه، مثلا نيون 10 ده اخره ايه؟ نيون 10 اهو، انا بشرح في الحته دي اهي، ده اخره اصلا ايه؟ اخره 8. هل هو اخره 8 هل هيدخل في تفاعل كيميائي؟ لا، هو اصلا واصل للحاله اللي كله نفسه يوصل لها، واصل للحاله اللي هو ان هو شبعان، واصل للحاله اللي كله نفسه يوصل لها. هل هيحاول ان هو يعمل حاجه تاني؟ لا، لا يمكن ان يشترك في التفاعلات الكيميائيه في الظروف العاديه، ما بيشتركش في التفاعلات الكيميائيه في الظروف العاديه. بس طبعا لو حطيته تحت ظروف قاسيه بقى ومش عارف درجه حراره ومش عارف ايه، يدخل في الحالات دي، بس الحاجات دي مش عليك. المهم ان هو في الظروف العاديه ما بيدخلش في التفاعلات الكيميائيه. تمام. بيبقى اخره 8، بيبقى اخره 8. انا كده بشرح في الغازات الخامله، بيبقى اخره 8. يجي يقول لك علل لا تدخل الغازات الخامله في التفاعلات الكيميائيه. اقول له لا، اكتمال مستوى طاقتها الاخير بالالكترونات، هي كده كده شبعانه، هتدخل في تفاعل كيميائي؟ لا. تمام. يجي يقول لك علل لتكون الغازات الخامله ايونات موجبه او سالبه. اقول له ليه؟ اقول له برضو لاكتمال مستوى طاقتها الاخير بالالكترونات. الاتنين نفس الاجابه. تعالى بقى نشوف كده فوق. اللي علل لا يمكن ان تشترك الغازات الخامله او الغازات النبيله الاثنين صح في التفاعلات الكيميائيه في الظروف العاديه. اقول له اكتمال مستوى طاقتها الاخير بالالكترونات. 2. لا يمكن لعنصر الارجون، مش احنا هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون، الارجون من ضمن الغازات الخامله، تمام، تكوين ايون موجب او ايون سالب في الظروف العاديه. يجي يقول لك الارجون، يجي يقول لك الهيليوم، يجي يقول لك الكريبتون، يجي يقول لك الزينون، يجي يقول لك الرادون، اي حاجه من الغازات الخامله، او يجي يقول لك اصلا الغازات الخامله لا تكون ايونات موجبه او ايونات سالبه. اقول له الاكتمال مستوى طاقتها الاخير بالالكترونات، الاكتمال مستوى طاقتها الاخير بالالكترونات. تمام يا معلم. دخلنا احنا في الغازات الخامله ودخلنا في كل ده ونسينا نكمل كلامنا عن الايون السالب. الايون السالب ايه تعريفه؟ هي ذرة عنصر لا فلزي، هي ذرة عنصر لا فلزي. ايه اللي حصل لها؟ اكتسبت الكترونا او اكثر. هي ذرة عنصر لا فلزي اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. اثناء التفاعل الكيميائي ايه اللي بيحصل فيه؟ بيكون فيه عدد البروتونات اقل من عدد الالكترونات. البروتون الموجب بيبقى اقل من الالكترون السالب، عشان كده سميته ايون سالب. او نفس المعنى، الالكترونات بتبقى اكبر من البروتونات. الاتنين نفس المعنى، صح ولا لا؟ الاتنين نفس المعنى اهي. بيكون عدد البروتونات في النواة اقل من عدد الالكترونات حول النواة. ملحوظة يقول لي يكون فيها عدد مستويات الطاقة حول النواة مساويا لعدد مستويات الطاقة في الذرة. ازاي يا مستر مساوي؟ تعالى كده بص كل حاجة بالامثلة. عندي سي ال 17، انا لما وزعت 2 8 7، عديت كام مستوى طاقة؟ 3 مستويات طاقة. تمام. تيجي تعالى على الايون السالب بتاعه، عديت فيه كام؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3. ايه ده الاتنين بيساووا بعض، يبقى كده خلاص بيساووا بعض. طب تعالى نشوف مثال تاني عشان ما نقولش ايه ان احنا بنكروت وخلاص. عندي هنا مثال ان 7 1 2 مستويين طاقة، 1 2 مستويين طاقة، الاتنين بيساووا بعض. 1 2 1 2 الاتنين بيساوي بعض. يبقى كده عندي عدد المستويات الطاقة اللي بتدور حول النواة بتساوي عدد مستويات الطاقة التي تدور حول نواة الذرة. عدد مستويات الطاقة اللي هنا قد عدد مستويات الطاقة اللي هنا. هنا 2 يبقى هنا 2، هنا 2 يبقى هنا 2، هنا 3 اهو يبقى هنا 3 برضو. المهم ان ده بيساوي ده في عدد مستويات الطاقة. تمام. تعال نشوف ايه الملحوظة اللي بعديها. كمان يحمل عدد من الشحنات السالبة مساويا لعدد الالكترونات المكتسبة. يعني ايه؟ انا دلوقتي هنا اكتسبت كام؟ سي ال 17 اكتسبت كام؟ اكتسبت 1، يبقى احط -1. هنا في النيتروجين ان 7 اكتسبت كام؟ اكتسبت 3، يبقى احط -3. هنا اكتسبت كام؟ اكتسبت 2، يبقى احط -2.
بحط عدد الشحنات قد عدد الالكترونات المكتسبه، بحط عدد الشحنات قد عدد الالكترونات المكتسبه. كل الملحوظات اللي انا بقولها في الايون الموجب او الايون السالب بتيجي في اكمل. شفت المكان اللي هو الاصفر اللي انا معلمه ده بيجي في اكمل، تمام، او يجي في اختر، يجي في اي حاجه. بص انت حافظ كل حاجه. عندي الايون السالب ذره عنصر لا فلزي اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي، يكون في عدد البروتونات اقل من عدد الالكترونات. ده كده انا بشرح في الايون السالب، تمام. يكون فيه عدد مستويات الطاقة حول النواة مساويا لعدد مستويات الطاقة حول الذرة، وكمان الشحنات السالبة بتساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. وهو حاطط لك برضو مثال في الكتاب إن أنا عندي إن سالب 3 اللي هي الأيون أيون سالب 3 اللي هو بتاع النيتروجين، تمام، ده رمز العنصر وده عدد الإلكترونات المكتسبة اللي هم 3. عندي 2/7 وزعت 2/7 هيتحول الى ايون سالب، هيتحول الى ايون سالب، ايون نيتروجين سالب اللي هو ان سالب 3 اهو. هكتسب 3 الكترونات، 3 الكترونات اهمت، اكتبهم 3 سالب جنب بعض او اكتب سالب 3 على طول، الاتنين صح عادي. البروتونات عددها ثابته، اما الالكترونات اتغيرت، الالكترونات هنا زادت، الالكترونات هنا كانت اقل، هنا 7 وهنا بقوا 10. في اي حاجه صعبه؟ لا، كده خلصنا، نبقى خلصنا الايون السالب والايون الموجب. اهو نبقى كده ايه اللي حصل عشان بس نعرف اللي احنا خلصناه. خلصنا الفلزات، خلصنا الفلزات، خلصنا الغازات الخاملة، وخلصنا الملحوظات اللي كانت هنا، وعرفنا ان 118 عنصر، وحفظنا كل ده، وعرفنا ايه هي الايون الموجب، وعرفنا ايه هو الايون السالب. واللي تعرفه كده بسرعة واحنا بنقلب. الايون الموجب ايه تعريفه؟ ذرة عنصر فلزي فقدت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. طب ثواني، طب زي الايون السالب ذرة عنصر لا فلزي فقد اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. تمام يا معلم، كده خلصنا الايون الموجب وخلصنا الايون السالب. تعالى بقى ايه، انا عمال اقول لك ايون 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 ايون، وعرفت لك الايون الموجب وعرفت لك الايون السالب. تعالى بقى ناخد اصلا تعريف الايون كله. تعريف الايون كله ايه؟ تعريف الايون كله اقول لك هي ذرة عنصر فقدت، استنى، ذرة عنصر فقدت او اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. فقدت يبقى ايون موجب، اكتسبت يبقى ايون سالب، تمام. ده كله اصلا اسمه ايه؟ الايون. يبقى ذرة عنصر فقدت او اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي، ده اسمه الايون، ده اسمه الايون. الايون ذرة عنصر فقدت او اكتسبت، يا اما فقد يا اما اكتسب، تمام. اما هو في الحالة الطبيعية بقى ولا فقد ولا اكتسب، دي بيبقى اسمها الذرة العادية. اما الايون ذرة عنصر فقدت او اكتسبت، فقدت يبقى ايون موجب، اكتسبت ايون سالب. كل ده اثناء التفاعل الكيميائي. عندي بقى مقارنة ما بين ايه؟ ما بين الايون وما بين الذرة. ايه هو الايون والذرة؟ عندي زي المثال اللي فوق ده، دي كده، دي كده الذرة، استنى، دي كده الذرة وده كده الايون. قلت الذرة اللي هو العنصر بس كده، الايون اللي هو العنصر وفوقيه يا اما سالب مثلا يا اما موجب، على حسب هو اكتسب ولا فقد، تمام. يعني ده فوقيه سالب عشان هو ايه؟ اكتسب، تمام. تعالى بقى ايه نقول المقارنه بتاعتنا عشان ممكن تجيلك برضو في الامتحانات وبتجيلك في الاسئله. يقول لك قارن لي بين الذره والايون. اقول له عندي الذره متعادله الشحنه، انا واخدها من الترم اللي فات، الذره متعادله الشحنه. علل الذره متعادله الشحنه كهربيا. اقول له ان عدد الالكترونات السالبه بيساوي عدد البروتونات الموجبه. الايون بيكون موجب بيكون سالب. قلنا في عندي ايون موجب اللي هو ذره عنصر لا فلزي، لا ذره عنصر فلزي. الايون الموجب ذره عنصر فلزي فقدت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. الايون السالب ذرة عنصر لا فلزي اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي، تمام، بيبقى موجب او سالب الشحنة، ده الايون، تمام. عندي الذرة عدد الالكترونات بيساوي عدد البروتونات عشان هو كده متعادل الشحنة. عندي الايون عدد الالكترونات لا يساوي عدد البروتونات، يا اما بيبقى اكبر يا اما بيبقى اصغر. عدد الالكترونات بقى اكبر يبقى ده اسمه ايون سالب، عدد الالكترونات بقى اصغر يبقى ده اسمه ايون موجب. عندي في الذرة مستوى الطاقة الخارجي لها غير مكتمل بالإلكترونات، غير مكتمل بالإلكترونات باستثناء العناصر الخاملة هي اللي بيبقى آخرها تمانيات، باستثناء عنصر ايه الهيليوم بيبقى آخره 2 بس، المهم ان هو بيبقى مكتمل، تمام. الذرة بتبقى مستوى طاقتها الأخير غير مكتمل بالإلكترونات. تعالى كده نشوف اهو، ده آخره 7، الذرة هنا آخرها 5، هنا آخرها 6، هنا آخرها 3، هنا آخرها 1. هنا ده غاز خامل اهو اخره 8، ده لا فلز اخره 7، فلز اخره 1، تمام. كلهم مش مكتملين بالالكترونات ما عدا مين؟
عدا الغازات الخاملة. تعالى الايون بقى، مستوى الطاقة الخارجي له مكتمل بالالكترونات، عشان ده اصلا هو اللي الذرة نفسها كانت توصل ليه، ان هي توصل لحالة الاكتمال الالكترونات في المستوى الطاقة الاخير. تعالى بقى نشوف الملحوظة اللي على جنب دي. بيقول لي على ملحوظة: عندما تتحول الذرة إلى أيون فإن العدد الكتلي اللي هو مجموع البروتونات والنيوترونات اللي أنت واخده من الترم اللي فات. أنا عندي كان في حاجة اسمها عدد كتلي وعدد ذري. عدد كتلي اللي هو بيكتب أعلى يسار العنصر، عدد ذري أسفل يسار العنصر. أقول لك مثال دلوقتي بيتحل إزاي. يظل كما هو بدون تغيير. أنا على عدد الكتلي ما بغيرش فيه. هل أنا غيرت في عدد البروتونات؟ لا. غيرت في عدد النيوترونات المتعادلة اللي موجودة داخل نواة ذرة العنصر؟ لا. ايه اللي انا غيرت فيه؟ الالكترونات بس. يبقى يظل كما هو بدون تغيير، بينما يتغير فقط عدد الالكترونات. اديني مثال كده يا مستر. او 8 صح، ده عددها الذري. او 8 16، عددها الكتلي 16، ده اسمه عدد ذري. عدد ذري ده اسمه عدد كتلي. عشان كده كنا بنقول لك ركز الترم اللي فات في اللي احنا كنا بنقوله، ده اسمه عدد كتلي. يقول لك لما يحصل تفاعل كيميائي ماشي وتتحول اللي هو ده بيتحول مثلا الى ايون سالب، ايه اللي بيحصل؟ انا عندي العدد الكتلي. العدد الكتلي يسالك العدد الكتلي هل يظل كما هو 8؟ بص بيقول لك ايه عشان يلخبطك: يظل كما هو 8 ولا يظل كما هو 16 ولا يزيد ولا يقل؟ جاوب انت. اقول له طبعا يظل كما هو 16. ليه؟ لو قلت يظل كما هو 8 انا كده بتكلم عن العدد الذري وده كلامي غلط. هقول يظل كما هو 16 عشان ده العدد الكتلي، عشان ده العدد الكتلي. في اي صعوبة؟ لا الحمد لله. وكده يا شباب نكون خلصنا الجزء بتاع حصتنا النهارده. المهم انا عايزك، هو جزء صغير مش كبير قوي، بس المهم ان انت ايه تكون فاهمه بالتفصيل، عشان ده اللي مبني عليه اللي جاي. لو انت فاهم ده اللي جاي كله هتلاقيه بيمشي معاك بص على طول طياره. المهم ان انت تبقى تفهم لي ده كويس. طب المره الجايه ايه اللي هنشرحه؟ نشرح الروابط. هنشرح الرابطه الايونيه ونشرح الرابطه التساهميه، وهتعرف الروابط الكيميائيه بتنشا ازاي. تذاكر لي بس اللي احنا شرحناه ده النهارده كويس، وان شاء الله يكون الدرس خفيف وسهل على قلبكم. وما تنساش تتابعنا الفترة الجاية. هسيب لك لينك قائمة التشغيل اللي هي البلاي ليست الموجود فيها الدروس كلها بالترتيب، اللي هو الدرس الأول بعدين الدرس التاني وهكذا إن شاء الله، عشان تقفل معنا العلوم. أشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.